ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد زيكا. تمام. معاكم النهارده هنحل شيت 6. انا هحل جزء وباشمهندس اياد هيبقى يحل جزء معاكم. اوكي. آه باذن الله يعني هنبدا بس نشرح كده حاجه بسيطه في الفانكشن، بعد كده هنحل كام سؤال، بعد كده بقى تنقله مع باشمهندس اياد على باقي الاسئله. اوكي. اول حاجه بس عايزين نبدا نشرح حاجه مهمه جدا. وهي الفرق الأول بين الفويد، يعني الريتيرن، ان انا اعمل ريتيرن للفانكشن بعد يعني ان انا اعمل ريتيرن للفانكشن، واني ما اعملهاش ريتيرن. امتى بعمل لها كده وامتى ما اعملهاش كده؟ تمام. دلوقتي انا بعمل ريتيرن للفانكشن لو انا عايز اخليها يعني اخليها تحتفظ لي بالقيمة اللي طلعت لي في الاخر للايه، لل للعملية اللي انا عملتها او للفانكشن اللي انا عملتها يعني. اوكي. يعني مثلا هنا اهو، ده بروجرام صغير بس انه بيجمع رقمين بس باستخدام الفانكشنز. تمام. فانا هنا اخترت void، عملتها void ليه؟ علشان مفيش ريتيرن هنا، انا بخليه هيبرنت الايه، السم على طول، اللي هي الفاريبل سم، اللي هو عبارة عن ايه، مجموع الرقمين. اوكي. تمام. فانا هخليه يطبع لي الناتج على طول. تمام. مش هستخدم الفاريبل ده تاني، لان الفاريبل ده خلاص هو موجود هنا بس، ومش هستخدمه تاني بعد ما يطبع خلاص. تمام. يعني مثلا دلوقتي انا لو نمسح التيرمينال، انا لو عملت رun هنا، اوكي، انا قايل له ايه، اديشن 3 والخمسة، او طلع لي في الاوتبوت كام، 8. تمام. دلوقتي مثلا أنا لو قلت له تاني يبرنت مثلا الايه، السمشن، سوري، يبقى اقول له مثلا يعمل برنت للسم تاني، الفاريبل تاني. اوكي. هاجي اعمل رن، الكود هيديني ايرور. طب ليه؟ لان اصلا ال يعني الفاريبل sum مش متعرف. اوكي. هو بالنسبه له ده مش متعرف، ده بالنسبه له هو الفاريبل بتاع summation ده هو نهايته عند الفانكشن، بره الفانكشن مش هستخدمه، مش هتعامل معاه. تمام. فدي الفكره بتاعت void. اوكي. دلوقتي انا عدلتها اهو، خليت في ريتيرن. تمام. شلت طبعا البرنت اللي كانت موجوده، ان انا هعمل برنت اف للسم. تمام. خليتها ريتيرن. طالما هخلي هنا ريتيرن يبقى لازم احط هنا داتا تايب انت، فلوت، دبل، لونج كده. تمام. فهنا بعد الفانكشن دي، يعني الفانكشن دي هتتعمل اوكي، هيحتفظ لي بالناتج بتاع السمشن، انت الناتج بتاع ده. طب هو هيحتفظ بيه جوه فاريبل؟ لا. تمام. يعني انا لو قلت له هنا يطبع لي السمشن، يعني انا لو عملت كل الفانكشن مثلا، يعني مثلا اهو، آه، انا قلت له يعمل لي ايه كل الفانكشن مثلا، قلت له ايه، addition، وبعد كده خدت التو بارامترز مثلا هم 5 و3، سيمي كولن، مش عارف ايه. فانا اصلا عملت كده، هو مش هيعمل اي حاجه. يعني انا عملت هنا اهو الترمينال مش هيطلع لي اي حاجه. ليه؟ لان انا ما قلتلوش يعمل حاجه. تمام. هو بس مرجع لي القيمه، هو لحد الان محتفظ بالقيمه دي، ما عملش اي حاجه تانية. تمام. انما بقى مثلا انا لو جيت هنا مثلا قلت له برنت اف الايه، برنت اف، وعملت برنت اف للسم، الفاريبل سم ده، هيعمل ايه؟ هيجيب ايرور. طب ليه؟ لان هو بالنسبه له السم اصلا ده مش فاريبل، هو بالنسبه له ده مش متعرف. يعني انا بكلمكم كده بشكل بس تفهموه. اوكي. هو بالنسبه له هنا السم ده مش متعرف. تمام. انا سيمي كولن هنا بس هي مش تفرق برضو، لان انا لو عملت كده مش هيشتغل، هيجيب لي ايرور. تمام. ايا كان، هو هنا الفكره ان السم هنا مش متعرفه بالنسبه له. اوكي. هي بالنسبه له معرفه بس في الفانكشن دي، ومعرفه انها تحتفظ بقيمه بس. تمام. يعني هو مجرد اكنه مكان بس هحتفظ بيه بقيمه عشان اعرف استخدمها في وقت تاني. تمام. طب يعني هعملها ازاي؟ فبالتالي بنعمل كده اهو. اوكي. بعمل اكن في فاريبل جديد، عملت فاريبل جديد. تمام. وعرفته، خليت انت ريزلت، الريزلت بالداتا تايب انت، انتجر يعني، وخليته يساوي القيمه اللي هتطلع من الاديشن، القيمه اللي هتطلع من الفانكشن بتاعتي. تمام. الفانكشن بتاعتي ايه بعد ما خلصت؟ محتفظه بالقيمه بتاعتها. تمام. اوكي. يبقى كده الفانكشن محتفظه بالقيمه بتاعتها. حطيت له التو بارامترز، هيعمل هيأدي الفانكشن دي على التو بارامترز، بعد كده يحتفظ بالقيمه، القيمه محتفظ بيها هنا في الفانكشن. اوكي. هاجي هنا اقول له
يحطها لي في الايه، في الريزلت. اوكي، فكده بقت القيمه اللي جوه الفانكشن دخلت جوه الريزلت. تمام. فلما اعمل برنت اف للريزلت دلوقتي، انا مثلا جيت اهو هعمل ران للكود، هيطلع لي ايه؟ هو طلع ايرور ليه؟ على الكثفة اللي انت فيها يا حازم. اوكي تمام. انا خدت بالي دلوقتي من حاجه، هي الفانكشن تمام بعد ما خلاص انا المفروض اطبع بقى الجوال بتاع دي، لازم تبقى ايه، لازم اديها تاب، لازم تبقى نفس على نفس العمود كده. اوكي. انا لما جيت طبعتها هنا اشتغلت، هتطلع 8 عادي جدا اهو في الاوتبوت اللي هي ناتج الجمع بتاع 3 و5. اوكي. عايز بس اقول لكم حاجه كمان. دلوقتي مثلا انا قلت خلاص return sum، تمام، قلنا احتفظنا بالقيمه بتاعت السم، خلاص اوكي، محتفظين بيها عشان نقدر نستخدمها بعد كده في باقي الكود بتاعي. اوكي. مثلا لو قلت له هنا print if ايه، احمد زيكا مثلا اهو مثلا، سوري. اوكي. مش هيطبعها. طب ليه مش هيطبعها؟ لان اصلا الفانكشن بتاعتي بتقف عند الريتيرن خلاص. اوكي. بعد كده مش هيعمل اي حاجه تاني، هو بالنسبه له هيقف عند الريتيرن، هيحتفظ بالقيمه اللي جوه الريتيرن، بعد كده خلاص، بس بالنسبه له كده الفانكشن انتهى. تمام. نيجي بقى لفكره البروتوتايب. اوكي. هي نفس الفكره، بس بدل ما انا هعرف الفانكشن قبل المين، قبل المين فانكشن، هعرفها بعدها. هعمل كده اهو مثلا، نفس الفانكشن بتاعتي هاخدها زي ما هي كده اهو. اوكي. وبعدين لا ثواني، ممكن نعمل هنا بعدين اقوم ايه منزلها تحت زي ما هي كده. اوكي. بس في الاول هعمل حاجه اسمها ايه، هعرف الاول الفانكشن بتاعتي، فهعمل لها كده اهو، اعرف التايب بتاعها او الريتيرن تايب بتاعها. تمام. بعد كده اقوم كاتب اسم الفانكشن. تمام. اوكي انا كتبت، لا سوري انا نسيت. تمام. وعادي زي اكني بكتب الفانكشن عادي، بس الفكره كلها ان انا ايه، بعد ما اعمل، يعني بعد ما اكتب خلاص الفانكشن بتاعتي اعرفها فوق كبروتوتايب يعني. تمام. دلوقتي انت 2 بس هقفل بسيمي كولن بس كده. انا ده البروتوتايب، ثانية واحدة، ده كده البروتوتايب بالنسبة لي. تمام. وبعرف الفانكشن بتاعتي بعد البروتوتايب بس كده. هعمل ران للكود عادي، انا مسح الترمينال، اعمل ران للكود عادي هيشتغل ولا في اي مشكلة. تمام. فهي دي الفكرة. بس البروتوتايب فكرته مثلا انت في دماغك الفانكشن، فكرة الفانكشن، فانت بتعمل بس الايه بروتوتايب، فكرة ان انت ايه، بس بتبقى فاكر ان انت في فانكشن هتعملها مثلا يعني، هي كده كده ليك انك تحل بالطريقتين مش هتفرق. تمام. بس هي الفكرة بتاعتها انت وراحتك يعني، مش اكتر. بس واديني كده عرفتكوا يعتبر الفرق بين البروتوتايب انك تعرف الفانكشن عادي قبل المين، وعرفنا الفرق بين الفويد وانك تعمل ريتيرن تايب غير الفويد، وعرفنا ريتيرن كده. تمام كده احنا خلاص وقفنا كده شرح الفانكشنز يعتبر، باقي كده نبدأ ايه، نخش في الحل بإذن الله.